المادة 22 من القانون الأساسي للحزب التي تنص على الآجال القانونية لتطوان. السيد رئيس المجلس الإقليمي لتطوان المحترم، السادة نواب، تم اختيار هذا الشعار لهذه المحطة التنظيمية. الاشتراكية كيعقد اليوم هذا المؤتمر الإقليمي بتطوان، وهو يدخل في إطار سلسلة المؤتمرات الإقليمية اللي كنعقدوها. تلاحظون هذا الإقبال الكبير الذي هو موجود في القاعة، وهذا يدل على العمل الذي قام به حزب التقدم الاشتراكية بهذا الإقليم بتطوان، لكن أيضا على المستوى الوطني، وهو عمل ينطلق من تراكم ل5 سنوات تقريبا من الاصطفاف من داخل المعارضة الوطنية الديمقراطية التقدمية المسؤولة، مما مكننا من أن نشكل قوة أمام جبروت هذه الحكومة وغرور هذه الحكومة التي استمعنا مجددا إلى حصيلتها قبل أيام، وهي الحصيلة التي أكدنا منذ زمن على فشلها وعلى أنها لم تكن في موعد الالتزامات الذي أخذها رئيس الحكومة ومكونات هذه الحكومة على عاتقه وعلى عاتقهم. واليوم نلاحظ بأن هناك حقيقة هوة كبيرة بين المواطنات والمواطنين وبين حصيلة هذه الحكومة، بين غلاء الأسعار وكيف تحترق عدد من الأسر والفئات خاصة المتوسطة والفقيرة من هذا الالتهاب في الأسعار، كيف أن هناك إعلان عن دولة اجتماعية والحصيلة الاجتماعية ضعيفة وضعيفة جدا، كيف أن أيضا الأهداف الاقتصادية لم تحقق خلافا لما يتم الإدلاء به، وكيف أن من ناحية الديمقراطية لاحظنا تراجعات كبيرة في مستويات مختلفة. من أجل ذلك ونظرا لذلك حزب التقدم الاشتراكية يقول اليوم هذه حصيلة فاشلة، ويستلزم الأمر أن يكون هناك بديل ديمقراطي، بديل تقدمي. نعتبر بأن حزب التقدم الاشتراكية يرفع هذا البديل ويتقدم به، وسنعلن قريبا عن محتوى برنامج حزب التقدم الاشتراكية في شتى المجالات. ونريد اليوم ونرى أكثر فأكثر أن هناك تقاطب كبير وعمل الذي قام به حزب التقدم الاشتراكية مع الشباب، مع النساء، مع أوساط مختلفة من مجتمعنا في مختلف الأقاليم، وهو العمل الذي أدى إلى أن حزب التقدم الاشتراكية ينظر إليه اليوم بصفته الحامل لهذا البديل. ونتمنى أن تكون فرصة الاستحقاقات المقبلة فرصة للإعلان عن القطيعة مع هذه الحكومة ومع حصيلتها، وفرصة أيضا للإعلان عن الرغبة في سياسات عمومية وتوجه آخر يحمله في اعتقادنا حزب التقدم الاشتراكية. عسى أن تكون هناك مشاركة واسعة للشباب، للنساء، للفئات المختلفة التي لا تثق كثيرا اليوم في السياسة والتي تعبر عن عزوف كبير. لكن أقول لكل هذه الأوساط آن الأوان لنتحمل معا المسؤولية، لأننا نريد مغرب آخر، مغرب متقدم، مغرب ديمقراطي، مغرب عادل. نتمنى أن يكون الجميع في الموعد. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. زهير رقاني، الكاتب الإقليمي لحزب التقدم الاشتراكية. اليوم الحزب يعقد مؤتمره الإقليمي بتطوان برئاسة الأمين العام محمد نبي بن عبد الله، وكذلك ترحما على الفقيد المرحوم الرفيق الأستاذ محمد بن سالم. يأتي هذا المؤتمر ينعقد في ظل الدينامية التي يعيشها حزب التقدم الاشتراكية على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الإقليمي، لأنه الاستحقاقات المقبلة سيكون لها ظرفية استثنائية. الحزب على أهبة الاستعداد باش أنه يخوض هذه الاستحقاقات ضمن واحد الفريق عمل قوي يضم نخب من المناضلات والمناضلين بإقليم تطوان.